العالم كله الإسلامي وغير الإسلامي كان يتابع وسائل الإعلام ليعرف ماذا سيحصل في نتائج الانتخابات التركية. فالله عز وجل أخر النصر علينا حتى نراجع أنفسنا، فالله لا يعطي النصر بسهولة. تأخر النصر لأن الشرق تأخر. إن تنصروا الله ينصركم. نحن أمام معركة بين الحق والباطل، واجب أن تقف معه، ولا يجوز لكل من يحمل الجنسية التركية لا يجوز له أن يتخاذل. يعني يأتي واحد يقول خلاص يا رجل هو أصلا فايز. لا، العبرة بالصناديق. يقول واحد خلاص سنان أعطاه الأصوات فايز خرجوا 1,700,000 في اسطنبول. لا يا أخي، انتبه، واجب عليك أن تقوم. أنت مسؤول أمام الله عز وجل أن تنقذ هذه البلد من أيدي الفاسدين. وأقول لإخوتنا الأتراك، هذا الرجل أكرمكم الله به، أعز به الدين، أعز به الصناعات، أعز به المجتمع، أعز به الأسر، أعز به الحجاب. أقسم بالله أن الشعوب العربية تتمناه أن يأتي ليحكمها. احفظوا بلدكم واحفظوا بيضة الإسلام بهذا الرجل وهذا الحزب. أسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير. وأوصيكم أيها الإخوة الكرام أن تكثروا من الدعاء، خاصة ليلة الأحد، يوم السبت ليلا، وأن تكثروا من الدعاء، فالدعاء أعظم سلاح. ومن ذهب للانتخاب فليذهب مسبحا مكبرا مهللا في نفسه، لا نريد أن نرفع الأصوات، مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لن يردكم الله، سينصر الله عز وجل حزبه. إن الله عز وجل ناصر حزبه، لكن نريد الأسباب. وإذا انتخبتم وخرجتم فلا تشمتوا بأحد، ولا تردوا على أحد، ولا تحتكوا بأحد. أظهروا أخلاق الإسلام، ابتعدوا عن العنف، لتكونوا سفراء خير وسلام لهذه البلد. اللهم يا حي يا قيوم احفظ تركيا وأهلها، اللهم احفظ تركيا وأهلها، اللهم احفظ لها أمنها وأمانها وإسلامها وعقيدتها. اللهم وفق الرئيس أردوغان للفوز يا رب العالمين، يا رب فوزا عظيما قريبا ونصرا قريبا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحقق النصر والفوز للإسلام في هذه البلاد، وأن تجعله عزيزا شامخا يا رب العالمين.